السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال يا رب. احنا دلوقتي هنعمل صينية، هنعمل فراخ. هي مش صينية فراخ، بس يعني احنا بنشوح الفراخ وهنسويها. هنعملها بطريقة حلوة وسهلة، وهنعمل جنبها شوية مكرونة سباكيتي و... ونعمل بقى مع بعض. احنا دلوقتي غسلنا الفراخ كويس جدا جدا، ماشي، وبعدين حطيناها نشوحها في الصينية بأي مادة دهنية عندكم، يعني عادي، زيت، سمنة، مش مشكلة. احنا كده كده هنعمل جنبها شوية مكرونة، بس انا قلت اشارككم معايا في الطريقة دي تكون سهلة على حبايبي الجداد في المطبخ، البنانيت الصغيرين. ان شاء الله تعجبكم وتبقى سهلة خالص. طبعا ممكن تقطعوا الفراخ اربع، او تقطعوها يعني الورك على حتتين والصدر على كده يعني ممكن تقطعوها بالطريقه اللي تريحكم، بس انا حابه اسيبها سليمه عشان هما 4 افراد اللي هياكلوا يعني، فقلت اسيبها سليمه. هنخلص تشويح الفراخ كده بس ايه تتحمر معانا كويس. هنخلص تشويح وبعدين نجيب البهارات بقى والحاجات اللي هنضيفها. هنضيف طبعا خلطة كده هنعملها بالقوطة والصلصة ودبس الرمان. انا بستبدله بعسل اسود بصراحة. طبعا انا هنا بشوح الفراخ وحاطة المكرونة بتتسلق في الحلة على العين التانية، مكرونة سباكيتي. طيب احنا هنا حطينا معلقة توم، معلقة صغيرة توم مفروم، وشوحنا الفراخ حلو جدا، ماشي. بعدين هننزل بالبهارات بتاعتنا. البهارات دي البهارات، ودي بابريكا، معلقة سكر، معلقة ملح. طبعا احنا هنحط منهم على الفراخ، تمام، الباقي هنحطه على الصلصة. تمام، الباقي هنحطه على الصلصة بتاعتنا. وهنضيف هنا حاطين صلصة، وبدل دبس الرمان حاطين عسل اسود. تمام، هنحط برضو منهم على الفراخ. وهناخد معلقتين صلصة من اللي احنا عاملينهم بالمكرونة، وننزل بيهم برضو على الفراخ. يعني احنا عايزين نعمل الفراخ زي، يعني هي مش صينية فراخ ومش مشوية، هي بين البنين، يعني حاجة اختراع كده. تمام، بصراحة لما ان شاء الله تخلص وتشوفوها تحفة، الطعم بيبقى تحفة، طعم جميل جدا، وسهلة وسريعة وبسيطة، جنب شوية مكرونة، جنب شوية رز، عايزين جنب بطاطس محمرة، يعني ينفع جنبها اي حاجة ما شاء الله، حاجات سريعة كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. واهم حاجة النية في الاكل ان شاء الله، حط نية حلوة طيبة كده للي ياكل من الاكل، يا رب يهديه ويصلح حاله لاحسن حال يا رب. وربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، ويحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم يا رب ان شاء الله. هنخلص
الصينيه وهنوريها لكم. الفراخ خلصت اهي.